السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد في قناة أخبار فريقك. بإذن الله تعالى في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي إن احنا نقدر ننزل قناة معينة من خلال تردد معين على شاشة توشيبا سمارت. لو عندك شاشة توشيبا سمارت، من خلال الفيديو ده هنتعلم مع بعض إزاي إن أنت تقدر تنزل أي قناة أنت حابب تنزلها على الشاشة، علشان من خلالها لو حابب تشاهد اي مباراة من خلال مباريات كاس العالم المفتوحة في الوقت الحالي من خلال قنوات البين سبورت او قنوات الكاس القطرية. طبعا هنتعلم مع بعض ازاي ان احنا نقدر ننزل القنوات دي من خلال تردد معين. طبعا اول حاجة بنعملها علشان ندخل للقائمة اللي هي واضحة قدام حضراتكم، بنمسك ريموت الشاشة مش ريموت الريسيفر، علشان من خلاله اضغط على زرار القائمة او المنيو. دخلنا للقائمة اللي هي واضحة قدام حضراتكم دلوقتي. لو تلاحظوا في اعلى الشاشة انا بتحرك يمين وشمال علشان طبعا تلاحظوا ان انا دلوقتي هضغط على علامة الترس اللي هي الاعدادات، بضغط اوكي، بيدخلنا للقائمة اللي هي واضحة قدام حضراتكم دلوقتي. من خلالها بختار القناة، بضغط اوكي، وبعد كده بيدخلنا للقائمة الجانبية. من خلالها بختار اعدادات متقدمة علشان نكتب تردد معين وننزل قناة معينة على شاشة توشيبا سمارت. بضغط على اعدادات متقدمة. هنا بيقول لي البحث اليدوي او تحديث قائمة القنوات تلقائيا او تحديث البرنامج تلقائيا. طبعا انا عايز انزل قناة يدويا بتردد معين، بضغط على البحث اليدوي. هنا بيقول لي البحث اليدوي دي تي في او اي تي في، بختار طبعا اول اختيار اللي هو دي تي في، بضغط اوكي. بعد كده دخلنا للقائمة اللي هي واضحة قدام حضراتكم دلوقتي، اللي من خلالها بقى هتقدروا تكتبوا بيانات القناة اللي انتوا حابين تنزلوها على شاشة توشيبا سمارت. بتملوا طبعا البيانات هنا، تكتبوا التردد ومعدل الترميز، وطبعا بعد ما تكتبوا بياناتكم بشكل صحيح بتنزلوا في اسفل الشاشة تضغطوا على كلمة ابدأ زي ما واضح قدام حضراتكم دلوقتي. بعد ما بتضغط على كلمة ابدأ بيتم طبعا نزول القناة اللي انت كتبت التردد بتاعها على شاشة توشيبا سمارت. طبعا بالطريقة دي لو حابين تنزلوا اي قناة على شاشة توشيبا سمارت. كده انا وصلت لنهاية فيديو النهاردة. يا رب يكون طريقة القائي كانت مريحة لحضراتكم وقدرتوا فعلا تستفادوا من فيديو النهاردة. لو استفدتم من الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك في القناة علشان تقدروا تتابعوا جميع فيديوهاتنا اللي بننزلها على قناة اخبار فريقك. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.